ورقمي طبعا موجود على الصفحة. بيقول لي مثال: في الشكل المقابل، ورسم لي مثلث كده، المثلث الاولاني اسمه ألف ميم ب، والمثلث الثاني اسمه جيم ميم د. وقال لي ايه في المثلث الاولاني بقى؟ خد بالك معايا، هنا عمل لي شرطة وهنا عمل لي شرطة. ده معناه ايه؟ ان الضلع ألف ميم بيساوي الضلع ده الايه؟ ميم. وراح جاي كمان عامل لي هنا شرطتين وهنا شرطتين. ده معناه ايه؟ ان الضلع ب ميم بيساوي الضلع ج ايه؟ ميم. تمام. قال لي اكتب الشروط التي تجعل اكتب الشروط التي تجعل المثلث س ألف ميم ب يطابق المثلث د، أو تجعل الشكل ده، المثلث ده والمثلث ده متطابقين. والسؤال ده جه في إدارة المنتزه السنة اللي فاتت. قال لك إيه بقى؟ في الشكل المقابل ألف ميم بيساوي د ميم. قلت له تمام. قال لي ب ميم بيساوي ج ميم. قلت له تمام. قال لي اكتب الشروط التي تجعل المثلث ألف ميم ب والمثلث د ميم ج متطابقين. هقول له لا، ده انت بتقول لي في الشكل المقابل ورسمت لي رسمه وبتقول لي اكتب شروط التطابق، مش اي شروط والسلام، لا ده اكتب شروط التطابق بتاع الشكل اللي قدامك. هقول له الحل ده بما ان اذا بما ان يا ولاد الضلع بشرطه ألف ميم هيساوي الضلع بشرطه مين؟ د ميم. على فكره بقى هو كاتبها لك في السؤال ألف ميم بيساوي د ايه؟ ميم. طب اللي ما بيعرفش يقرا عامل لك هنا شرطه وهنا شرطه، يبقى الضلع بشرطه ألف ميم هيساوي الضلع بشرطه د ايه؟ ميم. طب بما ان تاني الضلع اللي عليه شرطتين اسمه ب ميم هيساوي الضلع اللي عليه شرطتين مين؟ ج ميم. خد بالك انا مش لسه قايل لك ان اول ما تلاقي حرف اكس طلع قلمك الرصاص وتكتب هنا 1 وهنا 2؟ ليه؟ عشان اول ما نلاقي حرف اكس يبقى فيه زاويتين بيساوي بعض بالتقابل بالرأس. يقول له بما ان، خلي بالك دي مستخبيه محدش بياخد باله منها، وانت مع السرعه وعدم التركيز مش بتاخد بالك منها. اول ما تلاقي حرف اكس يبقى فيه زاويتين بيساوي بعض بالتقابل بالرأس. ادي الزاويه 1 والزاويه 2. الزاويه 1 تتقرا ازاي؟ يبقى قياس زاويه ألف ميم ب. يبقى الزاويه 1 تتقرا ازاي؟ ألف ميم ب. لازم أنطق ميم تاني واحدة. هتساوي الزاوية رقم 2 بقى تتنطق ازاي؟ مش هي الزاوية رقم 2 عند ميم وهي محصورة بين ج وبين د؟ لما اجي اقراها انطق الزاوية ميم رقم 2، يبقى ج ميم د. طب بتتكتب ازاي؟ هعمل قاف وافتح قوس واعمل علامة الزاوية ج ميم د. الزاويتين دولت يا ولاد هيساووا بعض بالتقابل بالرأس. يبقى اذكر شروط تطابق. هقول له بما ان اذا ايه يا مستر؟ اذا المثلث الاولاني ألف ميم ب يطابق المثلث الثاني د ميم ج. وكان الله بالسر عليم.